السلام عليكم أيها المشاهدون. أرحب بكم جميعا في قناتكم صوت الثانية. لم يمضي على زواجي سوى 3 أشهر عندما تلقيت نبأ وفاة زوجتي المأساوي. لم أكن أتصور أن من أحبها حبا شديدا، والتي لم تتح لي الفرصة حتى أن إظهر لها حبي بتمامه، سترتحل عن هذه الدنيا بهذه السرعة. لم أقصر في شيء لتلبية رغباتها ومحبتها. فعلت كل ما كانت تريده، ثم انقدرت الحياة علي بهذا البلاء العظيم، فتركتني زوجتي في ريعان شبابها. لكن بعد وفاة زوجتي بدأت القصة الحقيقية التي هزتني وكشفت عن كثير من العلاقات. بمجرد أن انتشر خبر وفاة زوجتي، جاء أهل منزل أهلها إلى بيتنا. بدأت أمها بالشتائم واللعن، تقول: قتلت ابنتنا، كانت سعيدة يوم زواجها، وقالت لنا أنها استخرجوا من هذا البيت في نعش، فأنتم أخذتم نعشها. أليس لديك أي خجل؟ لقد ظلمتم بنتنا ظلما كبيرا. لم يعلموا أنني حتى ذلك الحين لم أتمكن من إقامة علاقة حميمية معها، فكيف اتهم بالظلم عليها؟ كانت علاقتنا مشحونة بالألم، لم أستطع الاقتراب منها رغم رغبتي، وإذا تحدثت إليها كانت تصرف وجهها بعيدا عني. هكذا انقضت 3 أشهر دون أن أشعر. وقع حادث آخر أزعجني كثيرا. أهل زوجتي أصروا على أن يأخذوا الميتة إلى بيتهم ويدفنوها في مقبرة عائلتهم، بينما كان أهل بيتي يقولون أنها الآن مسؤوليتنا ويجب دفنها هنا. لكن في بيت أهلها كان هناك رجل مصر للدرجة كبيرة أن لا تدفن ابنته هنا بأي حال. قالوا: لقد ظلمتها في حياتها، لن نتركها هنا بعد موتها. وبالإصرار أخذ الميتة إلى بيتهم بالقوة. كانت حائرا ومضطربا، لكن في النهاية كانت زوجتي فحسب، فكان قلبي يريد أن أرافقها أينما دفنت، فانطلقت معها. حين وضعناها في اللحد بدأ قلبي يرتجف. راودتني أفكار الموت، تمنيت أحيانا أن أرحل معها، لكن لم أستطع أن أفعل ذلك، إذ فجأة دفعني أحدهم من الخلف. التفت فإذا هو نفس الرجل الذي يأصر على إخراج الجنازة من هنا. قال لي: يا أخي، اذهب واسترح في بيتك، لا تظهر مشاهد غير إسلامية هنا، وأن لا ستموت من البكاء. اذهب لبيتك وامنح وقتا لأسرتك ولامك. جعلتني كلماته مرتبكا ولم أستطع الرد. عدت إلى بيتي ساكتا وقلبي ينح. حاولت الاتصال بصديق، لكن عندما تحسست جيبي لم أجد هاتفي. أحسست وكأن الأرض انزلقت من تحتي. ظننت أنني ربما سقطته في الطريق، ثم تذكرت أن جيبي كان أخف عند خروجي من المقبرة، فلم الحظ الفرق. في الحقيقة تركت هاتفي في المقبرة. خرجت من البيت مسرعا وذهبت إلى المقبرة التي دفنت فيها زوجتي، وأخذت أبحث هنا وهناك. حينئذ جاءني رجل مسن وسألني: ما الذي تبتغيه يا بني؟ كان ذلك الرجل حفار المقبرة. فقلت له: يا عم، لقد نسيت هاتفي هنا. تفاجأ وقال: الهاتف هل سقط في القبر؟ قلت: نعم، ربما سقط في القبر، لأن أحدهم جذبني من قمصاني حين كنا نضع الميت في اللحد، وقد يكون هاتفي وقع إلى الأسفل. يبدو أنني سأضطر إلى حفر القبر لإخراجه. رد الحفار متحسسا إذنيه: تستغفر الله، لا تتكلم بمثل هذه الأشياء، القبر من حدود الله. وإن حاولت فتح القبر فسوف ينهض أهل الفقيدة ويأتون إليك ولن يتركوك حيا، سيظنون أنك قتلت ابنتهم. دهشت حينها كيف لهذا الرجل وهو حفار مقبرتي أن يعرف كل هذه التفاصيل عن مشاكل العائلية. كيف عرف أنها زوجتي وأن أهلها ساخطون علي في المدن؟ ليست هذه الأمور معلومة للجميع، لكن هذا الحفار بدا غريبا بمعرفته لكل شيء. عدت إلى البيت مسرعا وأخبرت أمي بما حدث. فقالت أمي: يا بني، ما الذي يثير قلقك؟ اشتري هاتفا آخر. إذا بقيت بلا هاتف بعد وفاة زوجتك سيزداد حزنك. حاول أن تلهي نفسك بشيء. سمحت لي أمي بالمال فاشتريت هاتفي الجديد وعادت إلى المنزل، لكن وقع حادث جعل قلبي يمتلئ بقلق أكبر. كانت الساعة 12 ليلا ولم يكن هناك إشارات على هاتفي.
ثم ظهرت الإشارة فجأة فاتصلت بالرقم القديم الذي كان داخل الهاتف المفقود، ولم أكن أتصور ذلك أبدا. كانت أظن أن هاتفي سقط في القبر ونفدت بطاريته وأنه انتهى أمره، ولكن عندما اتصلت بدأت المكالمة تخرج بالفعل، فانتفضت قشعريرة في جسدي وشعرت بخوف غريب لأن هاتفي في القبر والمكالمة تخرج منه. وفي اللحظة التالية حدث ما أذهلني تماما، رفع الهاتف فأصبت بدهشة وذهول وفضول دفعني لأن أنهض فورا من مكاني. كانت أمي متعجبة وتتساءل: يا بني إلى أين تذهب؟ فقلت لها: اذهب إلى قبر زوجتي. قالت لي: ماذا حدث؟ أي مصيبة هذه؟ لا تذهب إلى قبرها في هذا الوقت من الليل. قلت: يجب أن أذهب. فانطلقت وكنت أفكر فقط في زوجتي. بعدما سمعته لم أستطع أن أبقى ساكنا، شعرت بأن مسؤوليتي تقتضي أن أتحقق من الأمر، فتوجهت إلى مقبرة أهلها، ولدى دخولي قابلت ذلك الحفار فقال لي: يا رجل، لماذا تأتي هنا كثيرا؟ أن تعرف مكان المقبرة؟ عرض علي المساعدة وقال أن كان هناك شيء، فصارت له رويت له كل ما حصل، فارتسمت على وجهه تعابير متباينة وقال: لا اعرف شيئا عن هذا الأمر، لكن أقول لك أن ذلك له علاقة بعائلتك لا بقبر زوجتك. اذهب إلى أهلها وعرف منهم فستفهم. فهمت من كلام الحفار أنه لا يريد إفشاء شيء، ربما لأنه تلقى مالا من أهلها أو لسبب آخر يدفعه للصمت. ذهبت إلى بيت أهلها، لكني لما أطرق الباب بل دخلت، فرأيت الجميع مجتمعين يتحدثون في غرفة، وكان الغضب باديا على وجوههم كأنهم على وشك الاعتداء علي. عندما رأوني صوبوا أنظارهم نحوي، وسألني أحدهم: متى وكيف أتيت هنا؟ قالت حماتي: نعم يا أبنية، تعال، كنا ننتظرك. قلت: كنت أريد أن أقول لكم شيئا. فأجابتني ببرود: اعمل ما عليك أولا ثم نتكلم. عندما سمعت أنهم قلقون على ابن أختها الذي اختفى منذ الأمس، ووالدتها تقول أنها ستموت أن لم يعثر عليه، تلاشت لدي همومي لبعض الوقت، وقلت: سأبحث عنه. عدت إلى منزلي وقد أخذت على عاتقي مسؤولية أخرى، لكن قلبي كان مصمما على أن يفتح قبر زوجتي لأتأكد بنفسي، لأن ما سمعته قد أربكني. لم يصدقني أحد ولم نحني الناس إذنا، فقررت أن أفعل ما أريد. وحدي في الساعة 2 فجرا بعدما نام الجميع ذهبت إلى المقبرة وبدأت حفر القبر حوالي الساعة 2:30 صباحا. كانت متحمسا وزلت التراب والأحجار بسرعة خلال 5 دقائق تقريبا، وشعرت أنني قادر على نقل جبل عندما أزلت الحجارة وانقشع التراب أمامي. صدمت، لم يكن في القبر لا زوجتي ولا كفنانها ولا هاتفي. في البداية ظننت أن شخصا سرق هاتفي، لكن ما سمعت بعد ذلك زاد فضولي. مر نسيم خفيف، ثم سمعت في إذني صوت يقول أن زوجتي تتعرض لعذاب شديد، وأن ستعذب حتى يسدد دين باسمها. قد تبدو لي هذه الفكرة سخيفة أو خرافية، فكيف للملاك أن يتكلم بالأردية إذ نسمع أن الملائكة تتكلم بالعربية؟ وكيف يحتمل أن تسمع إنسانا صوت ملاك من المقبرة عبر هاتف؟ كثيرون حاولوا تشغيل كاميرات وميكروفونات في المقابر فلم يسمعوا صوت ملاك، وهذا أمر لا يصدق بسهولة، لكن ما سمعته أثار في نفسي قلقا كبيرا وجعلني أفكر بجدية في حقيقة ما يحصل في تلك اللحظة. اشتبهت وقررت أن أحفر قبر زوجتي بنفسي، لكن عندما حفرت لم أجد شيئا هناك، فتوجهت إلى أهلها وأبلغتهم: أنا حفرت قبر ابنتكم بنفسي لكنها ليست هناك. فثار علي أهل زوجتي بغضب وقالوا إن من أمرني بهذا الندالة والتمادي قام شقيق زوجتي كاد أن ينهض ليضربني وسبني بقبح الألفاظ، فقلت لهم أنكم لا يجب أن تتهموني هكذا، فأنا لم أفكر قط بسوء إن تجاه زوجتي، لكن من كان كالسفاح في أعينهم لا يصدق أي تفسير. لم أرى مناسبا أن أزيد النقاش مع أهلها لأنهم كانوا على أتم
الاستعداد للشجار والاقتتال، فلم يكن ثم جدوى من الحديث معهم. حين خرجت من هناك تذكرت فورا حديث حماتي عن ابن أختها الذي اختفى يوم وفاة زوجتي، فقررت أن أبحث عنه، فابتدأت أسأل حتى وصلت إلى نقطة تجمعهم، وهناك دلني رجل على أنه قد غادر صباحا صوب دوسكا. كيف عثرت عليه وتتبعت أثره. قصة أخرى، لكنه كان يسكن في زقاق ضيق في بيت مأجور، وقد استغرق البحث عنه أسبوعا كاملا، وفي اليوم السابع وقفت أمام بابه، وكانت أملك في قلبي كل الأسئلة، وجزءا منها بدأ يتبلور. طرقت الباب ففتحته، فإذا بها ليست شخصا غريبا، بل زوجتي نفسها. لم أكن قد قصدت أن أجدها حين رأتني تغير لون وجهها فجأة، وهربت مذعورة محاولة النجاة بحياتها. أمسكت بها من ذراعها وسحبتها، فصاحت كأنها تريد أن تظهرني كبائع أفاعي ولص أمام الجيران، فاسكتتهم وأخبرتهم هذه زوجتي ولن أتركها هنا. بانت على وجهها علامات الندم الشديد. القيناها في السيارة وسألتها لماذا أنت هنا لم تموت. بدأت تبكي وتستغفر وتطلب الصفحة قائلة يا الله اغفر لي، لقد أخطأت، أرجوك سامحني. ثم جلست تستعطفني أن أسمع لها مرة واحدة، ثم ستبوح بكل الحقيقة، ووعدت بأنه إن لم أصدقها فليفعل بما يشاءون. لما بدأت تروي حكاياتها وجلست إلى جانب الصمت، استمعت إلى كل كلمة. قالت أنه منذ نعومة أظفارها كان بيتهم يزوره أفراد كثيرون، وكان ابن خالتها نذير يداوم على زيارتهم، وأخذت بينهما ألفة حتى جاء يوم قال لها أنه سيأخذها لمدينة أخرى لتعمل وتجلب مالا ويغني أهلها من العوز، فوثقت به فذهبت معه، وهناك صار هدفا لشهواته وصورها في أوضاع مخجلة. ولما امتلأت ذاكرته بصورها استغلها وضغط عليها حتى رضخت لأمره، وعندما علمت أمها أرضت أن تتزوجني أملا في خلاصها، لكن ذاك الرجل لم يكف عن مطاردتها وأرغمها على أن لا تعود إلى زوجها. ثم ذات يوم أمرها بأن تمثل موتا مزيفا ليأخذها إلى حيث يريد، وأن تبقى زوجتي باسم فقط، فخضعت للضغط والخوف. استمعت لحديثها بدهشة، وقلت في نفسي كيف نجحت فعلا تلك التمثيلية. لكن ما حصل بعد إعلان موتها هو أن أهلها جاءوا لدفنها بسرعة، وربما كان ذلك الرجل وراء الدفع بالأموال وإقناع الحضور، فقد مارس عليها أفظع أنواع الظلم والاستغلال، حتى أصبحت لا تلتقي بالناس ولا تنظر في وجوههم. فانسابت معها الطاعة والصمت تحت وطأة الخوف والابتزاز. منحتها قوتي وشجعتها قائلا إن أرادت الخلاص فاننا إلى جانبها، وقلت أن مهما ظهرت صورها في كل مكان لن تكون بعد الآن أسيرة له، وسأسعى بكل وسائل القانونية والاجتماعية لاقتص منه مهما كلف الأمر. لم أتركها لحظة، لأنها في أحرج اللحظات توجست لها، ومن يترك زوجته وحيدة في لحظاتها تلك لن يسحق أن يقال عنه أنه رجل